لو سألت أي حد بيلعب كاراتيه يعني إيه كاراتيه هيقولك كارا يعني فارغة وتي يعني يد. المعنى اللي أنت تعرفه ده عمره 100 سنة. طب قبل كده كان اسمه إيه؟ تعالوا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من يشتري مني تاريخا. قبل 100 سنة لما ظهر فوناكوشي كان اليابانيين يعرفوا الكاراتيه، لكن مش بالاسم ولا بالشكل اللي احنا عارفينه دلوقتي. كان اسمه برضو كاراتيه، لكن ما كانش بيستخدم نفس الحروف اللي بنستخدمها دلوقتي. طبعا الموضوع مش مفهوم ليه. خليني اقول لكم زي ما قلنا في الاول ان كلمة تي يعني يد، ودي مفيش خلاف عليها، لكن الاختلاف على كلمة كارا اللي هي معروفة دلوقتي بمعنى فارغ. قبل كده ما كانش ليها نفس المعنى، كانت بتستخدم حرف تاني غير الحرف المستخدم حاليا. كلنا عارفين ان جزيرة اوكيناوا هي اصل فن الكاراتيه، واللي فضلت تحت النفوذ الصيني لفترة طويلة، وساعتها كانوا بيستخدموا كلمة كارا اللي هي بترجع لسلالة تانج الصينية، وكانت كمان بتكتب بالحرف الصيني. كان من باب أولى إن هما يطلقوا عليه اسم شوريتي أو ناواتي، لكن كانت اليد الصينية هي الشائعة. ورغم إن فوناكوشي استخدم الحرف الصيني ده في كتابه الأول سنة 1922 واللي كان بعنوان ريوكيو كيمبو كاراتيه زي ما واضح قدامنا، وكلمة كيمبو هنا كانت بتستخدم للإشارة لفنون الدفاع عن النفس. وحتى كمان في النسخة الثانية اللي اتعملت سنة 1926 استخدم برضو نفس الحرف الصيني. لكن فوناكوشي ما كانش مقتنع ان الكاراتيه بعد ما اخد شهرته في اليابان، واللي اختلف كتير عن الكاراتيه اللي درسه في مسقط رأسه اوكيناوا، انه يفضل يستخدم الاسم الصيني القديم. وفضل متمسك بفكرة التغيير لحد لما جات له الفرصة اللي دعت ليها جامعة كيو، واقترح تسمية الكاراتيه باسم داي نيبون كيمبو كاراتيه دو، ولكن المرة دي استخدم الحرف الجديد اللي هو كارا بمعنى الفارغ. وكمان قال ان ده تشبها بالفنون القتالية التانية، واطلق عليه كاراتيه دو زي الجودو والكيندو. وذكر كمان اننا لو رجعنا للهدف الرئيسي لفنون الدفاع عن النفس هنلاقي ان المقصود منها هو افراغ العقل والذهن من اي شيء، عشان كده هو شايف ان كارا بمعنى فارغة هتكون انسب. وبالفعل استخدم الحرف الجديد وفضل مصمم على استخدامه لحد لما بقى معروف للجميع. وما اكتفاش بكده، لا كمان غير اسماء الكتات اللي كانت بتحمل اسماء صينية ويحولها لاسماء يابانية يقدر يفهمها الشعب الياباني. وكتب كتابه اللي بعد كده سنة 1935 باستخدام الحرف الجديد اللي هو كارا بمعنى فارغة. الكتاب كان بعنوان كاراتيه دو كيوهان، وبالفعل اتعممت التسمية واستخدمها كتير من الأساتذة في أعمالهم، ومن وقتها وأصبح الكاراتيه بمعنى اليد الفارغة. صحيح نسيت أقول لكم إن إحنا ممكن نقول اليد الفارغة أو الأيدي الفارغة، لأن في اللغة اليابانية مفيش مفرد أو جمع. بكده نكون انتهينا. بشكركم على حسن المتابعة، وأشوفكم في لقاء جديد إن شاء الله.